سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير وبخير. كنتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله يا ربي، وتكونوا في احسن الاحوال ديالكم. كنشكركم كاملين على التفاعل ديالكم مع الوصفات ديالي، كنشكركم كاملين البنات. وتحت الطلبات ديالكم اليوم البنات، الوصفه يعني سهله للحبيب البعيد او العنيد، او يعني الحبيب اللي تيكون متكبر. فغديري ليه هاد الطريقه للجلب. الا كان الحبيب ديالك يعني غضبان ويعني الطبع ديالو عنيد بزاف، حطيت بزاف الوصفات ديال التمر ونجحوا مع بزاف ديال البنات. وكنتمنى منكم ان شاء الله تجربوا هاد الطريقه، ديروا نيتكم وتقولوا يعني التعييط اللي غنقول لكم ملي تكونوا تتحرقوا يعني التمره غتعطيكم واحد النتيجه زوينه بزاف الا درتوا النيه ديالكم ان شاء الله يا ربي. طريقه سهله، وبالنسبه للبنات اللي ما عندهمش عشوب فهي سهله وبسيطه. يعني غير بالتمره وشويه العسل غادي تقضي غرضك ان شاء الله، وغتجلبي يعني لهداك الحبيب او هداك الزوج. غير هي البنات تبعوا معايا الوصفه، وانا متاكده ملي غتشوفوا الوصفه يعني غادي تعجبكم بزاف البنات، متاكده منها. يعني طريقه زوينه ومجربه، وان شاء الله البنات تجربوها وديروا النيه ديالكم وخدموها بنيتكم، وغتشوفوا كيفاش غادي يجي هذاك الحبيب او الزوج حتى لعندك راكع لعندك باذن الله. ديري نيتك وخدميها بنيه صافيه وغتشوفي النتيجه ديالها زوينه بزاف البنات. وفي نفس الوقت راها طريقه اللي هي سهله وبسيطه. لحقاش كنلقى بزاف ديال التعليقات البنات كيطلبوا مني نتيجه، يعني الطريقه اللي هي بسيطه وسهله. وان شاء الله البنات تنفعكم هاد الطريقه هذه. غتحتاجوا تمره، وغتحتاجوا شويه العسل، وغتحتاجوا ورقه بيضه ماشي مسطره بحال هذه. انتما ديروا ورقه بيضه، سمعتوا البنات؟ ورقه بيضه. الا عندك مجمر حرقيها فيه، الا ما عندكش تقدر تحرقيها يعني غير في البوطه، ما كاين باس. فهما هاد البنات. المهم البنات، اول حاجه ضروري تكوني على طهارة، ضروري تكوني على طهارة وتكوني دايرة نيتك. وتاني حاجة من الأحسن حصني راسك، ديري التحصين اللي هو آية الكرسي قرايها 7 المرات وانتي حاطة صبعك على الصدر ديالك باش تنجح معاك الوصفة. يعني تكوني محصنة وما تأذيك حتى شي حاجة. تاخدي البنات اللي ما عندهمش حبر الروحانية، اغلبية البنات ما عندهمش حبر الروحاني اللي هو زعفران وماء ورد، تكتبوا بشي قصيبة. اللي ما عندهاش تكتب بقلم احمر. يعني انا عارفه بزاف البنات ما عندهمش الحبر الروحاني، كتبوا بستيلو احمر او قلم احمر، يعني كيف ما كان. غتكتبوا البنات هنا في ورقه بيضاء غير مسطره، سمعتوني البنات؟ غادي تكتبي: حرقت شهوتك يا فلان ولد فلانه على محبه فلانه بنت فلانه. البنات اللي ما عندهمش الاسم ديال امو تكتب فلان ولد حواء. سمعتوني البنات؟ اللي ما عندهاش الاسميه ديال امو تكتب فلان ولد حواء. غتاخدي تميره وغاديه تحيدي ليها العظم اولا النوى، كل واحد كيفاش كيقول ليه. تحيدي هاد العظم اولا هاد النوى، تحيديه من التمره. وغاديه تاخدي هاد الورقه هادي، تحاولي تطويها تجيبيها لعندك هكا. هانتوما البنات كتشوفوا معايا، تحاولي تصغريها شويه. هانتوما البنات غادي ديريها وسط هاد التمره. هانتوما كتشوفوا معايا، ديريها وسط التمره يعني في بلاصه هذاك النوى. سمعتوني البنات؟ هانتوما من بعد غتسدي هاد التميره هادي وغتاخدي العسل باش ان شاء الله باذن الله يعني تبقاي حلوه عنده ويرجع ليك يعني بسرعه، وان شاء الله يكون غير خير. البنات غير طبقوها وغادي تعجبكم. دهني هاد التميره هادي بالعسل كامله، تكوني موجده واحد المجمر. الا ما عندكش مجمر يعني ديري يعني بوطه او اي حاجه عندك كتشعل. غير خدمي الوصفه، ما تعكزيش عليها، راه زوينه. وكوني على طهاره وكوني نقيه باش تشد معاك الوصفه وباش تبقاي يعني متخيله ليه بداك الشكل اللي انت باش خدمتي به الوصفه. يعني دائما كنصح البنات يعني ملي تكون تتخدمي الوصفه تكوني نقيه وتكوني مقاده راسك، تكوني يعني دايره شويه الماكياج ودايره يعني تكوني دايره براسك باش ملي كيف ما كتخدمي هذيك الوصفه
ملي كتكوني كتخدميها كيكون هذاك الحبيب ديالك ملي كتجي ليه في بالو بديك الصوره باش خدمتي يعني الوصفه. فهمتوني البنات؟ فهمتوني؟ كنتمنى كلشي يكون فهمني. يعني هذاك الجين اللي كيخدم الوصفه يعني كيف ما يعني خدمتيها كيخايلك لذاك الزوج او لذاك الحبيب بديك الصوره اللي خدمتي بها الوصفه. غتاخذوا البنات هذاك المجمر او هذيك يعني البوطه. لا ما عندكش مجمر ديري غير البوطه. يعني هذا غتحطيها يعني تحطيها تحرق. الا كانت البوطه نقصوا من يعني من هذاك النار، نقصوا منها باش خليها تحرق على خاطرها. ملي تكون البنات تحرق غادي تقولوا هاد القراءه 7 المرات وانتي على دايره النيه ديالك وتعيطي يعني من القلب ديالك وتكوني متخيله هذاك الحبيب او هذاك الزوج. تحطي هذه تحرق وتقولي 7 ديال المرات. عيطت على الجن والجنيه من كل مكان يحضروك ليا في الحال يا فلان ولد فلانه باش تجي راكع لفلانه بنت فلانه. عيطت على الجن والجنيه من كل مكان يحضروك ليا في الحال يا فلان ولد فلانه باش تجي راكع لفلانه بنت فلانه. سمعتوا البنات القراءه؟ نعاودها لكم. عيطت على الجن والجنيه من كل مكان يحضروك ليا في الحال يا فلان ولد فلانه باش تجي راكع ليا انا فلانه بنت فلانه او تجي راكع لفلانه بنت فلانه. يعني كاين بزاف البنات كيسولوني واش تقدر تخدمها ليا الام ديالي او لا شي حد يخدمها ليا. ممكن تخدمها لك يعني